السلام عليكم يا ابن عمي. فيلم النهاردة فاخر من الآخر. ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك في القناة. فيلمنا بيبدأ بوردة سحرية، والوردة دي بيكون لها قدرات خاصة، وهي إن هي تشفي المرضى والمصابين. وبتمر السنين وبيظهر مملكة قريبة من شط البحر، وبيكون الناس عايشين بسلام تحت حكم ملك وملكة محبوبين. والملكة بتكون في أواخر شهور حملها، لكنها بتكون مريضة وحالتها كل يوم بتسوء عن اليوم اللي قبله، ومفيش حاجة هتنقذها غير قوة الوردة السحرية. والملك يبعت الحراس بتوعه عشان يجيبوها. ومن ناحية تانية بيكون في ست عجوزة اسمها كاسي، وكانت بتستخدم الوردة علشان ترجعها لشباب تاني. بس حراس الملك عرفوا يوصلوا للوردة وياخدوها ويرجعوها للملك. وفعلا سحر الوردة شفى الملكة ورجعت سليمة تاني، والملكة خلفت بنت وسماها روبانزل. والملك والملكة بيحتفلوا بعيد ميلادها ويطيروا مصباح منور في السماء. وكاسر رجعت لهم تاني وعرفت إن سحر الوردة انتقل لشعر الطفلة، فراحت وقصت خصلة من شعرها، بس بتكتشف إن لما بتقص الشعر السحر بيختفي على طول. فما كانش قدامها غير حل، وهي إن هي تخطف الطفلة وتربيها عشان تستفاد بشعرها وتفضل طول عمرها شباب. وفعلا خدتها لبرج بعيد جدا وربتها كأنها بنتها. وكل سنة يوم عيد ميلادها الملك والملكة بيطيروا مصابيح كتيرة في السماء على أمل إن هي في يوم ترجع. وعدت السنين وكبرت روبانزل وبيكون عندها حرباية بتلعب معاها. وكان حلم روبانزل إن هي تخرج برا البرج اللي بتكون طول عمرها عايشة فيه. وكان نفسها يوم عيد ميلادها تروح تشوف المصابيح المضيئة اللي بتشوفها كل سنة. وبينتقل بينا الفيلم لفلين رايدر، حرامي مشهور وكان بيسرق تاج من القصر الملكي، وفعلا سرقه وهرب من الحراس. وبنرجع لروبانزل وكانت بتنزل شعرها من البرج عشان تطلع أمها، بس في اليوم ده طلبت من أمها إن هي تخرج برا البرج عشان بكرة عيد ميلادها ال18. وكان نفسها تشوف المصابيح المضيئة اللي بتظهر كل سنة، بس أمها بتقعد تخوفها من العالم الخارجي. وقلت لها إن العالم مليان وحوش، لو خرجت من هنا هيبقى فيه خطورة كبيرة على حياتها. وقلت لها اوعي تفكري إنك تخرجي من هنا تاني. وبعدها سابتها ونزلت. ومن ناحية تانية فلين رايدر كان لسه بيهرب من الحراس بعد ما سرق التاج، وبيفضل يجري ويهرب لحد ما بيلاقي نفسه فوق حصان. بس الحصان ده برضه كان عايز ياخد منه التاج، لحد ما فلين عرف برضه يهرب من الحصان ولقى نفسه قدام برج روبانزل. فطلع البرج عشان يستخبى من الناس اللي بتجري وراه، بس روبانزل استقبلته وضربته على دماغه، فعلى طول اغمى عليه. وخدته وخبته جوه الدولاب بتاعها، وبتكون مبسوطة إن هي قدرت تحمي نفسها. وبترجع أمها من بره وبرضه كلمتها تاني عن موضوع الخروج، بس أمها المرة دي زعقت لها جامد وقلت لها إن هي لازم تنسى الكلام ده. وهنا بتقرر إن هي ما تقولهاش على اللي في الدولاب، وبتجيلها فكرة وهي إنها تطلب من أمها إن هي تروح تجيب لها حاجة معينة، والحاجات دي بتحتاج 3 أيام. فأمها بتسمع كلامها عشان ما تفكرش إن هي تسيب البرج، وبتمشي عشان تجيب لها الحاجات اللي هي عايزاها. وبعدها روبانزل راحت عشان تخرج فلين من الدولاب، ولما بيفوق بيلاقي نفسه مربوط. وهنا بتسأله انت مين وعرفت مكاني هنا ازاي، وبتستغله وبتتفق معاه ان هو يخرجها من البرج ويروح يفرجها على المصابيح المضيئة، وفي المقابل هتديله التاج بتاعه اللي هي مخبياه. ففلين حكى لها كل حاجة وعرفها ان هو كان بيهرب من عصابة، وفعلا بيخرجوا من البرج. وروبانزل بتكون مبسوطة وحاسة بالحرية، وبتروح للحصان اللي لسه بيكون بيدور على فلين رايدر، وبيشوف صورته وبيقطعها. وبترجع ست الشريرة، وأول ما تشوف الحصان بتفهم إن كان في حد موجود هنا، وبتروح تجري على البرج. وأول ما بتندى على روبانزل مفيش حد بيرد عليها، فبتدخل من الباب السري، بس برضه ما لقيتهاش فوق وكانت هتتجنن. بس بتلاقي التاج وبتلاقي صورة فلين رايدر، فكده بتفهم إن هي معاه. في الناحية التانية فلين رايدر بياخد روبانزل لمطعم مليان مجرمين، والمجرمين أول ما يشوفوه بيكونوا عايزين يسلموه علشان بيكون محطوط على راسه مكافأة كبيرة، وبيقعدوا يتخانقوا على اللي هياخده ويسلمه وياخد المكافأة. بس روبانزل بتنجح إن هي تخليهم يسيبوه عشان هو اللي هيقدر يوصلها للمصابيح. وبيقعدوا يغنوا ويرقصوا معاه، وكل واحد بيقول لها على أمنيته، لحد ما بيوصل الحراس اللي بيكونوا مكلفين بالقبض على فلين رايدر. فالمجرمين بيساعدوا روبانزل ورايدر إنهم يهربوا، بس الحصان بيعرف مكانهم وبيبدأ يتخانق مع رايدر. بس روبانزل بتنقذه وبتخليه يتشعبط في شعرها، وبيهربوا هما الاتنين وبتاخده بيستخبوا جوا كهف. بس المشكلة إن كان في مية بتدخل جوا الكهف، وبكده ممكن يموتوا. فبيكونوا هما الاتنين خايفين وبيقعدوا يقولوا لبعض اعترافات. فرايدر بيقول لها إن اسمه الحقيقي بيكون يوجين، وهي بتقول له إن هي عندها شعر سحر. وبيجيلها فكرة وبتبدأ تغني وشعرها بيلمع وينور في الضلمة. وفرايدر بيكون متفاجئ عشان أول مرة بيشوف حاجة زي كده، وبسبب شعرها اللي نور بيعرفوا الطريق اللي هيخرجوا منه. وفعلا عرفوا يخرجوا من الكهف،
بس رايدر برضه بيكون متفاجئ وما يكونش فاهم حاجة. وبنرجع لأمها اللي بتكون راحت للمجرمين اللي كان شغال معاهم رايدر، وبتسلمهم التاج وبتقول لهم اللي أحسن من التاج إنكم تنتجموا من رايدر. وبنرجع تاني لفلين رايدر اللي إيده كانت متعورة لما خرج من الكهف، وهنا روبانزل بتقدر تعالجه بشعرها المسحور، وبتقول إن شعرها بمجرد ما يتقص بيفقد لون وبيفقد قوته السحرية، عشان كده عمرها ما نزلت من البرج ولا قصت شعرها. ورايدر كان قاعد بيحكي لها برضه عن مغامراته، فضلوا يتكلموا مع بعض طول الليل. ونلاحظ في الوقت ده إنهم بدأوا يعجبوا ببعض. وبعدها رايدر بيروح عشان يجيب حطب للنار اللي كانت هتطفي، وفي الوقت ده أمها بتوصل لها وتطلب منها إنها ترجع معاها للبرج، بس روبانزل بترفض إن هي ترجع معاها. فأمها قالت لها إن رايدر ما بيحبهاش وبيعمل كل ده عشان التاج مش أكتر، وأول لما بياخد التاج هيسيبك ويمشي، وكل ده وهم. وبعدها أمها اديتها التاج وسابتها ومشيت. فروبانزل بتقف وبتفكر في كلامها، ويرجع تاني رايدر وبتكون أمها واقفة بعيد ومعاها العصابة اللي كان شغال معاهم فلين رايدر. وتاني يوم رايدر بيصحى على وشه الحصان اللي ما بيحبهوش، بس روبانزل بتحاول تهديه وتوقفه وبتعرف تسيطر عليه وبتصالحهم على بعض وبتخلي الحصان يوصلهم للمدينة. وفعلا بيوصلوا للمدينة والبنات الصغيرة كانوا بيلعبوا بشعرها وبتلعب معاهم وبتكون فرحانة جدا. وبيكون قدامهم لوحة كبيرة، واللوحة دي بيكون فيها صورة الملك والملكة وبنتهم الصغيرة، وتفضل تلعب مع الأطفال في الشارع. وبعدها فلين رايدر ياخدها على المركب عشان يروح يفرجها على المصابيح. ومن ناحية تانية الملك بيكون حزين جدا علشان مر على فقدان بنته 18 سنة ولسه ما رجعتش. وبتكون روبانزل مبسوطة عشان حققت أمنيتها وقدرت تشوف المصابيح على الحقيقة، وبتفرح أكتر لما رايدر جاب لها مصباحين عشان يطيروهم سوا. وفي الوقت ده روبانزل بتقوله إن هي معاها التاج وممكن تديهوله لو عايز. وهنا فلين رايدر بيبص على الشط وبيلاقي العصابة مستنياه، وبيقول لها إن هو هيروح يخلص الحكاية دي وهيدوهم التاج اللي هم عايزينه. وفعلا فلين رايدر راح للعصابة، بس العصابة فاجأته وبيقولوا له إن هم مش عايزين التاج وإن هم بيكونوا عايزين البنت اللي عندها شعر سحري. وهنا روبانزل بتكون قاعدة في المركب وبتكون خايفة ليكون كلام أمها صح، إن هو ممكن ياخد التاج ويمشي ويسيبها. وبعدها العصابة راحوا لها وقالوا لها إن رايدر أخد التاج ومشي، بس طبعا روبانزل ما بتصدقهمش، فخلوها تتفرج عليه وهو راكب المركب وبيغرق. وخلاص كانوا العصابة هيخطفوها، بس جت أمها وعرفت تنقذها. وكل اللعبة دي بتكون أمها عاملاها عشان تقدر ترجع روبانزل بالاتفاق مع العصابة للبيت. وبتقرر روبانزل إنها ترجع مع أمها للبرج، وبيكون قلبها مكسور من اللي حصل من الفلين رايدر. وبنروح لرايدر اللي بنعرف إن العصابة ربطوه في المركب وسابوا معاه التاج. وبنرجع تاني لروبانزل وبيكون معاه ورقة من اللي بتبقى بقلب المصابيح، والورقة دي بيكون مرسوم فيها الملك والملكة وبنتهم، وبتبدأ تربط الأحداث ببعضها. وأخيرا فهمت إن هي الأميرة المفقودة بنت الملك. وبيوصل رايدر للسجن وبيعرف من المجرمين إن أمها هي اللي قالت لهم على شعرها المسحور. وفي الوقت ده رايدر بيفهم إن هي في خطر والست اللي معاها دي مش أمها أصلا. وبنرجع تاني لروبانزل وبتكون عرفت الحقيقة وبتبدأ تعترض على كلام أمها، وقلت لها إن هي الأميرة المفقودة وبتقول لها إن هي اللي خطفاها. فبتفضل كاسل تهديها، بس بتلاقي إن مفيش فايدة، فبتقلب على الوش التاني وبتبدأ تتعصب عليها. وبنرجع تاني لفلين رايدر ويكون اتحكم عليه بالإعدام بسبب اللي بيعمله، بس بيظهر لأصحابه اللي كانوا في المطعم ويبدأوا إن هم يساعدوه عشان يهربوا. وفعلا عرفوا يهربوه من القصر، وكل ده بمساعدة الحصان اللي ما كانش بيحبه في الأول. وبيجري فلين رايدر بالحصان لحد ما بيوصل للبرج وبيفضل ينادي على روبانزل، بس ما كانش بترد عليه. وفجأة شعرها بينزل من البرج، وهنا رايدر بيطلع من غير تفكير وبيتفاجأ إن روبانزل مربوطة، واللي نزل شعرها هي كاسي، وعلى طول ضربت رايدر وأغمى عليه. وهنا روبانزل طلبت من كاسل إن هي تفكها عشان تعالج رايدر، ومقابل ده هتقعد في البرج ومش هتروح في حتة. فكاسل اقتنعت وخلتها تساعده، بس وهي بتساعد رايدر قرر ينهي الحكاية ويبص شعرها. بس في الوقت ده الشعر فقد السحر بتاعه ولونه واتغير، فكاسل رجعت تاني ست عجوزة. ولما بتشوف نفسها بتتصدم وبتتعصب وبتقع من فوق البرج وتموت. وبتحاول روبانزل تساعد رايدر، بس للأسف مش بتعرف وبتقعد تعيط. بس لما دموعها بتنزل عليه السحر بيشتغل تاني ورايدر بيخف. وبعدها بياخدها وبيروح للملك والملكة، وطبعا الملك والملكة بيكونوا متفاجئين إن هم شافوا روبانزل تاني بعد 18 سنة، وبيكونوا فرحانين جدا إن هي رجعت لهم تاني. وبعدها المملكة كلها بتحتفل برجوع الأميرة المفقودة، وبيتجوز رايدر وروبانزل وسط المملكة كلها. وبكده يكون انتهى فيلم النهاردة. ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله.